في سالف العصر والأوان كانت تعيش قبيلة من النمل في أصل شجرة كبيرة، وذات يوم اشتدت برودة الطقس كثيرا، وهطل المطر بغزارة، فهربت أسراب النمل إلى بيوتها خوفا من المطر والبرد، وبقي المطر يتساقط أياما عدة، مما منع النمل من الخروج. ونفذ الطعام عن نملة فقيرة، وأحست بناتها بجوع شديد وذهبن إلى أمهن وهن يبكين، ولم تحتمل الأم دموع بناتها، وقررت أن تذهب إلى جارتها البخيلة لتطلب منها شيئا، وكل النمل يعرف حذقها وتقطيرها. طرقت الباب وفتحت لها، وطلبت منها فتاة طعامها لبناتها. ولكن النملة الجارة تعللت بأن مؤونتها التي تحتفظ بها قد نفذت ولم يبقى عندها شيء، لكن في الحقيقة كانت الجارة تكذب. قالت في نفسها: إذا تواصل المطر فستنتشر المجاعة في